السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا، وحشتونا جدا جدا. امام عاشور دايما عامل شياط، امام عاشور دايما عامل مشاكل، دايما مخلي 100 عقبة قايمة مش قاعدة. امام عاشور بعد موضوع الست شهور الحبس اللي اخدتهم في القضية بتاعة الراجل فرد الامن في التجمع الخامس، امام بيتواصل مع الراجل، او والد امام بيتواصل مع الراجل عشان المعلومات تكون مظبوطة، وبيتصالحوا والقضيه بتنتهي بشكل رسمي جدا. الناس اللي كانت شمتانه السوشيال ميديا الزمالك، الناس اللي كانت فرحانه في امام، الناس اللي كانت طلعت تتريق دونجا والستوري والقصص والكلام الفاضي، تعامل الاهلي ولاعيبه الاهلي واي حاجه ما يخص منظومه النادي الاهلي مع اي مشكله ايا كانت فرديه او جماعيه تدرس. اتعلم ازاي الاهلي ممكن يلم موضوع، اتعلم لعيبه الاهلي ازاي ممكن تنهي مشكله، اتعلم ازاي التعامل مع الامور في الحياه، ما تكونش كده ماشي بتبوظ الدنيا على الفاضي. قطر القطري بينفي قطع اعاره احمد عبد القادر. كان في كلام ان قطر القطري عايز يقطع الاعاره بتاعه احمد عبد القادر بسبب تراجع مستواه. طلع امبارح المدير الاداري امبارح لنادي قطر القطري ونفى الكلام ده تماما، وقال لك الكلام ده كله مش موجود، مفيش من الكلام ده، ده في فتره فراغ عاديه جدا بتحصل لاي لاعب، واللاعب مستمر معانا لنهايه الاعاره ان شاء الله. مرتضى منصور في الطبيعي عايز الشو، الطبيعي ان مرتضى منصور عايز الشو، بما ان الحلقه بتاعه امام عاشور وكابتن شوبير عملت نسبة اعلانات ونسبة مشاهدة ما حصلتش قبل كده على قناة النادي الاهلي. مرتضى منصور بيشتكي امام وبيشتكي شوبير عند النائب العام ان هم بيتعدوا لفظيا على نادي الزمالك، والكلام ده ما حصلش على مرأى ومسمع من كل الناس. لا امام ولا كابتن شوبير تعضوا باي نوع من انواع التعديات على نادي الزمالك ولا جمهور نادي الزمالك. فهو الراجل بس هو مجرد ان هو عايز ياخد عايز ياخد الترند، لا الدنيا الاضواء راحت من عليه شويه، الدنيا بعدت عنه، مفيش تركيز اعلامي معاه. فالراجل قال لك يعني ايه اكبر حدث حصل حاليا هو الحوار اللي حصل ما بين كابتن شوبير وامام عاشور، فنطلع نقدم شكوى فيهم ونرجع للاضواء تاني ونرجع للشهره، ويكون في سبوت معلق علينا من الاعلام. ترتيبات بشكل كبير جدا من رابطه مشجعي النادي الاهلي في قطر، مباراه نصف النهائي اللي هتكون ان شاء الله بطل الامريكتين، اللي هو لسه ما تحددش بالمناسبه، ودي هتكون الشهر الجاي ان شاء الله. ترتيبات بشكل مبهر، كل الاخبار اللي بتوصل ان الجماعه في هناك في قطر من السفاره المصريه، السفير المصري في قطر، رابطه مشجعي النادي الاهلي في قطر، بيتم تجهيز استقبال كبير جدا للعيبه وللبعثه في المطار وللدخله في الملعب. المفروض يحصل ان باتشوكا اللي هو المرشح الابرز انه يقابل الاهلي في نص النهائي، جمهوره مش هيعطى المسافه دي كلها بين امريكا وما بين قطر عشان خاطر يحضر المباراه، فهيكون الزخم الجماهيري بالنسبه لهم حاجه بسيطه، فالتركيز هيكون اكتر مع جمهور النادي الاهلي، وان شاء الله جمهورنا هيكون مالي مدرجات في قطر باذن الله. دودار بيفجر قنبله ويكركب 100 عقبه، اكتر ما هي متكركبه، بيقول لك ان هو تم جس نبض مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي ان هو يرجع مصر عن طريق النادي الاهلي، ومصطفى ابدى الرغبه وابدى موافقه مبدئيه وما عندوش اي اعتراض الراجل، ومفيش لاعب في الدنيا هتقدم له النادي الاهلي بدوري ابطال، بكاس مصر، بسوبر، بكاس عالم انديه، وهيقول له لا ايا كان اللاعب مين هو. فالدنيا دي قومت حريقه في نادي الزمالك ايضا ومش طافيه، غير موضوع مشكله كهرباء، وان كهرباء كمان ما كانش دافع الغرامه كامله واتدفعت بالتقسيط وبالجنيه المصري. فالدنيا في 100 عقبه على صفيح ساخن، سواء عن طريق امام او عن طريق كهرباء او عن طريق كابتن دودار. منتخب مصر هيلعب النهارده الساعه 7 مع الساعه الاخضر، نتمنى لهم التوفيق وان شاء الله يكون كل حاجه بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.